السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل طريقه عمل تورته بالكريم شانتيه حلوه قوي وسهله، وهنعمل كمان كيكه اسفنجيه او كيك اسفنجي او كيك جينواز بطريقه سهله جدا وسريع. فهنبتدي بسم الله على طول بالطريقه والمقادير. انا هنا معايا في العجانه هضيف 3 بيضات كاملين. الكيكه دي حلاوتها ان هي سهله، مش بنفصل البياض عن الصفار ونخلط كل حاجه لوحدها، لا سهله. كمان معايا هنا نص كوبايه سكر. هنبتدي نضيف مشغلين الخلاط او العجان على سرعه عاليه، ونبتدي نضيف السكر واحده واحده، نص كوبايه السكر اللي عندنا. انتوا لو مفيش عندكم عجانه ممكن مضرب الكهرباء بتاع المضرب العادي الايد الكهرباء، سهل برضو وما بتاخدش وقت خالص. احنا عايزين البيض يتضاعف حجمه، يبقى فلافي كده او خفيف زي ما انتوا شايفين. بتبقى ما شاء الله الكيكه دي سهله جدا سريعه، ممكن اي ام حابه تفرح اولادها نعملها بسرعه بسرعه. كمان هنا انا معايا صينيه حجم صغير. انا التورته دي عشان 3 بيضات ما فيهاش كمان مكونات كتير، فهي انا عاملاها في الصينيه الصغيره دي. انتوا ممكن تضاعفوا الكميه لو عايزين صينيه اكبر. يا ما شاء الله الصينيه دي بتاكل 4 افراد، حلو قوي. انتوا لو حابين تضاعفوا الكميه حاجه ترجع لكم. بدهنها زبده وهدهنها وهحط لها ورق زبده. مفيش ورق زبده ممكن تدهنوها بس زبده وتعملوا لها رشه دقيق خفيفه وتمام، هي ان شاء الله مش هتلزق ولا اي حاجه. تمام، جهزنا الصينيه. هنبتدي نبص على البيض وصل فين. هو ما بياخدش وقت زي ما قلت لكم، هي كيكه بالظبط تجهيزها ما بياخدش في ايدينا ربع ساعه. تمام، ده القوام اللي احنا عايزينه. حجم متضاعف، لما بتعملوا زي رقم 8 كده بيثبت شوية على الوش بتاع البيض. ومعايا كمان نص كوباية دقيق. يعني احنا الكيكة كلها فيها نص كوباية دقيق، نص كوباية سكر، فيها 3 بيضات، وفيها نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر. هنبتدي ننخل الدقيق على مرتين، يعني نعمل نص الكمية ونخلط واحدة واحدة من فوق لتحت. مش عايزين ان احنا نضيع كل الهواء اللي احنا دخلناه في البيت، هتبوظ. فاحنا واحدة واحدة من فوق لتحت زي ما انتوا شايفين بالظبط الطريقة. انا ما حبيتش اجري الفيديو في الجزء ده بالذات علشان اي ست بيت تقدر ان شاء الله من اول مرة تعملها تنجح معاها وتبقى حلوة باذن الله زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. نضيف باقي الدقيق وبرضو بأكد نخلط واحدة واحدة من فوق لتحت عشان برضو لما تستوي تبقى معاكو هشة وحلوة. تبقى معاكو زي والله يعتبر زي بتاعة المحلات او احلى، تبقى خفيفة وبتبقى ما فيهاش مكونات كتير، ما فيهاش دربكة او حاجات كتير، لا سهلة. بصوا قوامها تمام. احنا بقى هندخلها الفرن، انا مسخنة الفرن، هدخلها في الشبكة في النص، نشغل الفرن من تحت ونسيبها بالظبط ربع ساعة او تلت ساعة ونبص عليها. لقيناها استوت من الاحرف او من الجناب حلو قوي، نقوم مشغلين الشواية وسايبينها تاخد لون برضو من على الوش. فبتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. سهله جدا. هنبتدي نعمل في صوص الفراوله. صوص الفراوله ده هنلمع بيه الفاكهه او هتدي تلميعه. ممكن تستعملوه مع فاكهه كتير، ممكن تستعملوه مع الفراوله بس زي ما هعمل. خلوه عندكم سيرب اساسي سهل قوي. كوبايه فراوله، نص كوبايه سكر بس، مفيش اي حاجه تانية، ونص ليمونيه. بنضربه في الكبه في الخلاط حلو قوي. انا كمان هصفيه، مش عايزه يبقى فيه اي شوائب يعني مثلا او اي قطع فراوله ولا حاجه، انا عايزاه موس، يعني عايزاه حاجه خفيفه قوي، او عايزه حاجه صافيه ما فيهاش اي كتل. بصوا الكتل دي كلها هنشيلها عشان لما نجي نحب نلمع بيه الفاكهه يبقى ناعم، ما يبقاش فيه اي حاجه خالص. تمام، انا هضيف له برضو بصوا قوامه بعد ما عملناه وله لمعه حلوه قوي. هحط له نص ليمونه
وهحطه على النار يغلي بس غلوة واحدة، وهقوم شايلينه من على النار وهسيبه على جنب يبرد لغاية ما نجهز الكريمة ان شاء الله مع بعض. بوريكم ما شاء الله لمعانه حلو قوي، ده ممكن تعتمدوه مع فاكهة كتير قوي. تمام، الكيكة طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين. هنسيبها تهدى شوية وبعدين نحاول بالسكينة كده او بالسباتولا نحاول نظبط الجناب. بصوا قوامها، هي بتبقى طرية جدا. انا لما هشيلها ان شاء الله هوريها لكم اكتر. بجيب سكينة وبمشي على الاحرف كلها واتأكد ان مفيش حاجة في الاحرف لازقة، وهنقلبها مع بعض. تمام، هنحاول نشيل الورق الزبدة اللي احنا عاملينه واحدة واحدة. هي لسه سخنة الكيكة معانا. بصوا ما شاء الله قوامها. بصوا طرية جدا. كيك اسفنجي، احنا عملنا كيك اسفنجي بطريقة ومكونات بسيطة وسهلة خالص، وان شاء الله باذن الله اللي هتجربها من اول مرة مش هتبوظ معاها ولا اي حاجة وهتنجح، ان هي سهلة جدا ومضمونة. بس نمشي على المقادير بالظبط، ونمشي على الطريقة بتاعت خلط الدقيق عشان ما نخسرش اي بيض، يعني ما ننزلش من البيض او نخسر الهواء اللي جواه. انا هنا عملت سكينة بنضف الاحرف علشان تبقى واضحة زي ما انتوا شايفين. بصوا طراوتها. تمام، هنبتدي نجهز دلوقتي. هنخلي الكيكة تبرد على راحتها ونبتدي ان شاء الله نجهز في الكريمة. انا معايا هنا في الكريمة هعملها بالشوكولاتة البيضة او هديلها طعم شوكولاتة بيضة. انا هنا معايا مكعب شوكولاتة بيضة، مش مهم المقاس كام او هتعملوا قد ايه، يعني انتوا براحتكم ضيفوا الشوكولاته على قد ما انتوا حابين. انا هنا معايا في الكريمه معايا كوبايه لبن، وهنضيف كيسين من الكريم شانتيه اللي هو تقريبا بيبقى 100 جرام او 150 جرام. انا هنا كانت عندي الكيس الكبير الكريم شانتيه الكيس الكبير، فانا ضفته كله. وكمان هضيف معلقه فانيليا صغيره، وهعملها وهدوب الشوكولاته واحطها في بوله هدوبها في الميكروويف. انتوا لو ما عندكوش ميكروويف هتحطوها في اي حله وتحطوا لها معلقتين زيت وتهدوا النار خالص وتقلبوا لغايه الشوكولاته ما تدوب معاكم. تمام، انا بس مش هضيف الشوكولاته على الكريمه سخنه، لا هدوب الشوكولاته هديها شويه ما تبقاش سخنه جامد، احاول ابردها وبعدين ان شاء الله اضيفها على الكريمه. ادت هي اول ما حطيتها علشان اللي هيستعملها في البيت زي ما طلعت معايا بالظبط. اول ما حطيت الكريمه عندي ساقعه واللبن ساقع، اول ما حطيت الشوكولاته عملت في الكريمه زي سقعت على طول، عملت زي حبيبات كده. فانت الحبيبات ما بتضايقش لما بتاكلي الكريمه، بتحسي فيها كده في حاجه بتدوب في بقك اللي هي الشوكولاته اللي عملت. هوريكم شكلها الكريمه بعد ما حطيناها للشوكولاته، عملت زي كور او كتل صغننه. الكتل دي بتبقى لذيذه قوي لما وانتي بتاكلي بتعضي العضايه بتاعه الكيكه بتلاقي فيها زي حبيبات كده جوه الكريمه شوكولاته. حبيت اقول عشان اللي هيعمل اول مره ما يفتكرش ان الكريمه باظت ولا اي حاجه، لا خالص، هي بس بتبقى زي الكريمة مع الشوكولاتة. زي الشوكولاتة لما بتلاقي الكريمة ساقعة بتاخد زي شوك او صدمة، فبتفرق تبقى حبيبات جوه الكريمة. انا حبيت اقول لكم اي حاجة
حصلت معايا، عشان تبقوا عارفين، عشان ما تستغربوش تقولوا باظت او حصل حاجة، لا خالص، زي تخريز كده. فده طبيعي بسبب ان الكريمة ساقعة جامد والشوكولاتة كانت دايبة، فعملت زي تخريز زي ما انا باكد عليكم. تمام، هنبتدي نعمل بالشكل ده. هي انا عشان عندي الكيكه رفيعه فمش محتاج ان انا اقسمها نصين ولا اي حاجه، انا هغطيها كلها بالكريمه. هنمشي نظبط نساوي من فوق وننزل على الجناب كمان نظبطهم. زي ما قلت لكم ما شاء الله ما بتاخدش وقت خالص، سهله سريعه. ممكن نقول واحنا بنعمل الكيكه زي ما انا عملت، دخلتها الفرن، عملت السيرب على طول وحطيته في التلاجة سقع، والكريمة على ما الكيكة طلعت من الفرن كنت خلصت كل حاجة. فهي تورتة سهلة سريعة. بتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها باذن الله. واللي في طلب عندي صغنن اللي يعمل او يجرب اي حاجة من عندي ان شاء الله وتنجح معاه ويحبها، كل طلبي منه ان هو يدعيلي دعوة كده في ظهر الغيب، دي اهم حاجة في الدنيا. فبتمنى ان الحاجة تعجبكم، بس مش هقول اكتر من كده. تمام، انا هنا معايا فراولة هقسمها نصين بالشكل ده. انتوا ممكن تعملوا ده بدل الفراولة، ممكن تعملوا اي فاكهة اولادكم بتحبها، ممكن تعملوا موز، ممكن تعملوا تشكيلة فاكهة، ممكن تجيبوا اناناس الكومبود اللي هو البطرمانات او الاناناس اللي بيتباع في السوبر ماركت، ممكن تستعملوا خوخ، ممكن تستعملوا ايه تاني، ممكن تعملوا تشكيلة ما بين الفراولة والخوخ والاناناس وتعملوا معها كريز، ممكن تعملوا كريز بس. انتوا التغطية دي او الفاكهة دي براحتكم، اتفننوا زي ما انتوا عايزين، الحاجة ترجع لكم. تمام، انا هعملها بس كده بشكل بسيط خالص وسريع. ممكن نستعمل صحيح موز وفراولة، ممكن نستعمل فراولة وموز وكيوي برضو متوفرين، موجودين دلوقتي في اي سوبر ماركت. الكيوي موجود، فراولة موجودة، الموز موجود، ممكن تعملوا تشكيلة. انتوا تفننوا، انا بديلكوا افكار بس وانتوا بدعوا براحتكم. تمام، ده الشكل اللي انا عملته زي ما قلت لكم، عملت شكل بسيط خالص. هبتدي دلوقتي اعلمعها. ده الفراولة بعد ما بردت ما شاء الله ليها لمعة كده لذيذة. فبتمنى ان شاء الله انها تكون سهلة وتكون مقاديرها ان شاء الله متوفرة في كل بيت، فمش غلبة، حاجة سريعة جدا، حاجة بسيطة. بتمنى الكيك ده تحافظوا على مقاديره او تسجلوه، لان احنا ان شاء الله هنعمل بيه حاجات كتير الايام الجاية. نقطع هنوريكم شكلها من جوه عاملة ازاي. بصوا اللمعان بتاع الصوص اللي احنا عملناه، مدي لمعة للفراولة حلوة قوي. تمام، دي وصفتنا النهاردة. اتمنى انها تكون كانت سهلة ان شاء الله وتعجبكم وتجربوها وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. سلام عليكم.